وفي الشأن البيئي للطبعة الخامسة لتنظيف الأحياء ترسيخا لروح المواطنة وسط أجواء من التكافل والتعاون، قام مواطنو المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة بمعية السلطات المحلية بحملة تنظيف واسعة من أجل بيئة نظيفة وجميلة. تفاصيل الموضوع مع عبد السلام حباس. يدا بيد وبشعار تعاونوا شوية شوية تبقى حومتنا نقية، توافد كل المواطنون مع السلطات المحلية للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة لتنظيف الأحياء، مبادرة تهدف لترسيخ روح المواطنة. نتمنى أنه تحافظوا على النظافة تاع الحي، أنه الإنسان صديق البيئة وشجرة واحدة كفيلة بإحياء مستقبل أخضر. نديروا حملة تشجير باش يكون الوطن تاعنا شباب والحومة تاعنا شابين. رانا كاع هنا مجتمعين من اجل محيط نظيف. اليوم كما راك تشوفوا كاع الجمعيات رانا اليد في اليد باش يبقى دائما المحيط تاعنا نظيف، ونتعاونوا كمجتمع مدني وكجمعيات باش وكمواطنين نحثن المواطنين ثاني يساعدونا في هذه الحملات التنظيفيه. بالنظافه ينقصوا علينا شويه يعني الاوساخ اللي رانا نشوفوا فيها، وحنا باه نقدروا نقيو هذا الشيء اللي رانا نخدموا فيه باش يجينا سهل ما يصعبش علينا. مبادرة سخرت لها كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان نجاح العملية وخلق روح التعاون. العملية هذه تم تسخير لها كل يعني الوسائل يعني المادية والبشرية الممكنة، حوالي 850 عامل عمال البلديات ومختلف المؤسسات الولائية، حوالي 120 آلية وشاحنة من مختلف الأحجام والأنواع، تقريبا 25 اللي شفناهم جمعيات، حتى يتم يعني التكفل يعني بنظافة المحيط وبالحفاظ يعني على البيئة نظيفة وعلى أحياء نظيفة. وأمام تضافر الجهود يبقى التحلي بالوعي أهم حلقة لضمان نظافة المحيط. في إطار تعزيز التميز والابتكار في قطاع التكوين